حسام بنزول فضل، وبالتالي هيلعب براسين حربة، هيقلل فرص انه وسط الملعب النادي الاهلي يبقى مسيطر عليه في الشوط الثاني. يعني ابتداء من النص الثاني من الشوط الاولاني سيطرة النادي الاهلي على وسط الملعب تراخت شوية نتيجة انه خروج احمد علي كلاعب وسط، وتحول احمد فتحي نعم. الى الطرف، قلل من التركيز الدفاعي للاهلي في وسط الملعب. فيعني المباراه عامره لسه بكل الاحتمالات في الشوط الثاني. انا اعتقد انه هيحسمها، لان هناك قدر كبير من التكافؤ الحقيقه في خطوط الفريقين، هيحسمها العامل البدني حتى اخر دقيقه في الشوط الثاني. توزيعة الزمالك في المراكز والمهام كابتن طه. هو طبعا نادي الزمالك حصل تغيير في المراكز عن حرس الحدود. نعم. في حرس الحدود كان احمد مجدي هو الظهير، ومحمد عبد الشافي هو وسط الملعب. نعم. في هذه المباراة محمد عبد الشافي رجع لمكانه الأصلي، وأحمد مجدي لعب وسط شمال مدافع. نعم. طبعا لما التغيير اللي تم نتيجة إصابة عمرو الصفتي، رجع أحمد مجدي مساك مع محمود فتح الله. نعم. ونزل إبراهيم آيو. نعم. وزي ما قلنا احنا ان وسط الملعب هو الصراع فيه كان كبير جدا، يعني يمكن حتى احنا مش شايفين تكتيكيا وجود لمؤشرات ان واحد يخترق او واحد يعمل باص من عبد الله فاروق او حسام عاشور او ابراهيم صلاح او حسن مصطفى. الاربعه بيصارعوا في وسط الملعب على مين يقطع الكره ومين يسلم صح. النادي الاهلي طبعا لما كابتن حسام البدري شاف ان شيكابالا ميل على اتجاه احمد علي، وبقى في مع احمد عبد الشافي واحمد مجدي، فحس ان في جبهه بقت هتبقى جبهه قويه، ولو ان ده على حساب الجانب الهجومي بالنسبه لاحمد حسام ميدو، لانه هو بقى موجود لوحده في مع شريف عبد الفضيل ووائل جمعه، ولذلك رجع احمد فتحي عشان يسد الجانب الدفاعي بقوه بدنيه عاليه ومدافع قوي جدا زي احمد فتحي. وبرده كان في نقص في الناحيه الهجوميه، فنزل محمد طلعت عشان يبقى فرو الثاني مع محمد فضل، ويبقى في قوه هجوميه للنادي الاهلي، بالاضافه لاحمد حسن المتحرك في وسط الملعب وواخد حريه في الناحيه الهجوميه. الجزء المهم في المباراه ان التامين الدفاعي من الجانبين مهم جدا، في التزام دفاعي يعني وائل جمعه، شريف عبد الفضيل، احمد مجدي، محمود فتح الله ملتزمين دفاعيا، ولكن في الكرات الثابته بيطلع وائل جمعه على اساس ان هو راجل هيدرز